البحث عن الفحول والعضلات حلم قديم بقدم عمر الإنسان على هذا الكوكب. بعد أن كانت العضلات منحة من الطبيعة وانتقالا بالوراثة ونبتة طبيعية لا تحتاج إلى أسمدة صناعية، صارت العضلات صنعة وفنا وحرفة، حيث يبدأ الموضوع على أنه تحسين في قوام الجسم، ويتقدم شيئا فشيئا ليصبح هوسا بتكبير العضلات. ولكن كيف سيتم ذلك، وخاصة بعد أن تبلغ العضلة حجمها الأقصى؟ يتم ذلك عبر المنشطات والهرمونات التي يتم إعطاؤها أو حقنها لمن يود أن ينتفخ ويصبح هالك الأخضر. هي في الحقيقة ليست سوى مثبطات مخربات ومدمرات تفقدهم خصوبتهم، تنفخ في عضلاتهم الهواء ولا تنفخ الروح في فحولتهم. سألنا بعض الشباب ممن انتفخت عضلاتهم هل استعملوا هذه الهرمونات؟ فأجابوا: في ناس بتتعاطاها لمجرد ان هو بس عايز يبقى مثلا ضخم من غير ما يتعب. هلا بأمانة أنت تعاطيت مرة من المرات هرمونات حيوانية؟ لا، لان انا جسمي مش الجسم اللي هو يعني الضخم او جسم البطولات، لكن في شباب انا اعرفهم بيتعاطوا يعني الحاجات ديت لمجرد ان هو حبا ان هو يبقى ضخم. وبصراحة في بعض الأشخاص عانوا من هالموضوع يعني، بس يعني ما بيحكوا علنا، بس يعني في ناس بعرفها صار معهم مشاكل بالجنس، صار مشاكل عقم يعني بتصير. ليش ما بيحكوا علنا؟ لأنه بيعرف إنه لشو بيأدي هالشي وأخده، فمن الأساس هو بيعرف، فبصير يستحي إنه يحكي إنه أنا أخذته بإرادتي يعني للدواء، صار معي هيك فبيستحي. أخذت هرمونات حيوانية؟ لا. ليش؟ لاني اسمع عنها كلام ان تضرب الجسم تضرب الحيوانات المنويه عندك في الجسم، يعني مضره يعني. شوف فائده جسمك من داخل مضروب. تؤدي هذه المنشطات إلى حدوث ضمور في أنسجة الخصية، مما يؤدي إلى توقف إنتاج الحيوانات المنوية، وأحيانا يكون التدمير لا رجعة فيه. خلل في وظائف الكبد، سرطان الكبد، هذه بعضها. أنت كمدرب شو رأيك بالهرمونات الحيوانية أولا؟ طبعا نحن دائما معرضين لهذا الموضوع اللي أنت عم تحكي فيه، فنحن دائما بنحاول نزرع براسه موضوع الغذاء السليم والتمرين السليم. بحاول أنا بقدر ما يمكن بعمل جهدي أنه نبعد عن موضوع الهرمونات، والحمد لله عم ننجح بهذا الموضوع ب90 أو 95% فينا نقول أنه الشباب عم يسمعوا الكلام وعم يمشوا على هذا الكلام اللي نحن عم نحكيه، يعني لأنه فكرة أنه استعمال الهرمونات مرفوضة تماما. هذه بعض المواد التي يستعملها أصحاب العضلات المفتولة، هي مواد مصرح لها من قبل وزارة الصحة. أما الهرمونات الحيوانية التي تكلمنا عنها في تقريرنا فيحصلون عليها من السوق السوداء. مهمتنا هنا أن نضيء على جوانب هذا الموضوع، رجولة ظاهرية ولكن بدون صحة. صبحي عطري لبرنامج الهدى.